أنا حاليا صليت صلاة الفجر وقرأت أذكار ما بعد الصلاة. ما قرأتش أذكار الصباح صراحة لأن حاسة إني عايزة أنام، فقرأت أذكار ما بعد صلاة الفجر. وحاليا هنام وهصحى الساعة 1 هقول لكم هنعمل ايه تاني مع بعض، بس خلينا ننام دلوقتي واشوفكم بكرة الصبح أو النهاردة الصبح. ويلكم ماي تشانل عالمي. ازيكم اصحابي، عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون روتين يوم من ايام الاجازه. اهم كويس يعني بتعملها كده ساعه كده تزعمني قولي لي قولي عادي يلا بينا. بص، اول مره اطلع كده اتكلم معاكم بعمل حاجه، فدي حاجه جديده من كده اصلا ما يتكلم كده معايا وازازه يوم ملقب حبتين 3 4، لكن معلش خليها عليك بس بقى طريق طبعا عشان خاطر ما عنديش توتال، فدي لازم اكسر. بصوا عادي بقى كده يلا بس انا بعمل كده يعني الازازه حطيت فيها ده وسكر هعمل كده، ما بعملش خطوه يعني عارفين دي سكر لما بعمل الخطوه يعني مش بقى حطيت السكر والسكر والنسكافيه او الواكي ده انا مش عارفه اقول ايه، انا مش عارفه كل الناس عارفه النسكافيه زي ما قلت، بس دي بقلل الكلام ده غير صح، بقلل الكلام. بصوا كده بصوا كده ده بقى كده دايما معاك بعد حط التقطه لا عارفه اقدر مش حاسه ان انا سالي بس اول ده مش هحط زي ما بس كلها كده بعد ما تبصوا على زي ما فتح ازاي عامل ايه، هتاخد كوبايات هحط بقى بقى ايه بقى اقلي حاسه كده انت تاخدي واحده دي كانت افضل طريقه ولا مش ممكن اعمل بصوا شكله عامل ازاي في الاول زي بصوا المنظر قلبي بقى بيكون تحفة بجد. ايه التحفة، استنوا اقلب لكم التانية، استنوا اقلب التانية مش هاخد الشكل معايا مش هاخد قدامه عايز سكر عايز سكر. عملت الايس كوفي. بص كل ده وش او رغاوي زي ما انتوا بتقولوا. بصوا دلوقتي بقى داخله اخد شاور. عارفه ان الوقت اتاخر ولكن انا ما مسكتش الموبايل، يعني انا مش عارفه هو الوقت فجاه لقيته جري. المهم عايزه اقول لكم ان انا بستخدم ستارفيل ديت، مش عارفه البتاع مش عايزه تركز، استنوا. طبعا انتوا عارفينها، انا مش عارفه. بستخدم ستارفيل و ديت ديودرنت، تمام، تحفه تحفه تحفه، ولكن الاحسن منها الصراحه اللي هي البني ديت او الحمراء، يعني هاتوا اي حاجه غير دي، تمام، لان دي خفيفه شويه. وعايزه اقول لكم ان برضو الكريم ده حلو قوي قوي قوي،
الكريم ده بجد حلو جدا للشعر. تمام. انا كنت بستخدم سيرم كلاري، عايزه اقول لكم ان هو بجد، بصوا مش عارفه اقول لكم ايه، بس هو حلو وفي نفس الوقت وحش، مش عارفه اوصف دلوقتي. خلينا نخلص. استخدم البادي سبلاش بتاعت يارا دي، وده مرطب للجسم. بجيب بدل الكريمات بجيب زيوت لجسمي كترطيب، مش هينفع طبعا ارميه عشان خاطر ما يقعش. وبستخدم شان كريم مرطب للوش، وبستخدم اللي هي فازلين ديت مرطب للشفايف. بس كده. صحيت من النوم، قعدت على الموبايل شويه بصراحه، وبعد كده روقت زي ما انتم ما شفتوا. روقت غرفه ماما، ورتبت غرفتي، ورتبت الصاله برضو روقتها، وصليت صليت الظهر، وصليت انا اصلا بادئه معايا كل يوم من اول الفجر، بس انا كنت سهرانه الصراحه لغايه الفجر عشان خاطر اصلي الفجر. صليت الفجر وبعد كده نمت. اللي ورايا ديت هي الهدوم اللي انا هلبسها. تعالوا اقول لكم هلبس ايه. بس البنطلون ده بصوا عليه كده كلمه بالابيض كده من ورا، فهو اصلا كان عليه قميص بنفس لون الكلمه اللي من ورا، فهلبس عليه القميص الابيض ده، وتحت البتاع ده اللي هو الاسود، والحائل السوداء السكارف الاسود. انتوا عارفين. المهم هصور معاكم برضو باخد ايه معايا وانا رايحه هناك في الشنطه بتاعتي. فتعالوا نقول لكم هاخد ايه معايا. طيب تعالوا بقى معايا نجهز الشنطه اللي هروح بيها عند اختي. هي مرهقه شويه، ولكن طبعا انتوا عارفين دي بتاعه المدرسه، فايام الامتحانات بقى انتوا عارفين الشنط بيحصل فيها ايه. المهم اول حاجه طبعا اللي مش هينفع ان هي تتنسي الشاحن، عشان خاطر كنتوا، عشان خاطر اصور لكم. وهاخد السماعه ديت، خليني المهم واحطهم في الشنطه. مش عارفه كده، مش عارفه ليه. هاخد طبعا ما ينفعش ان احنا ننساها فرشه الاسنان والديودرنت والمرطب. اما من ناحيه الغسول فهي كده ايه، بتستخدم نفس الغسول اللي انا بستخدمه. كل الحاجات دي هحطها بس كده. فاضل لي بس طبعا ما ينفعش امشي في اي مكان من غير الورقه بتاعتي والقلم، عشان خاطر ايه، هبقى اشوف هعمل ايه وكده. فاخدت الكشكول ده، وهاخد القلم، وده قلم من التابلت. احط القلم هنا، واحط ده هنا كده. هاخد معايا الدفتر دوت علشان خاطر لما هاخد كورس الانجليزي، وكمان هاخد كام كورس تاسيس كده زي النحو والفيزياء. هاخده. ممكن صراحه استغنى عن الكبير دوت بحاجه صغيره زي كده، عشان خاطر ما يبقاش معايا حاجات كتير كبيره. بس كده ثواني اشوف هاخد ايه. طيب انا كده ديت الحاجات اللي هاخدها في الشنطه من اللي هي الحاجات العاديه. باقي الحاجه بقى هتبقى هدوم، يعني هدوم هاخدها عشان خاطر ايه. فتعالى اقول لكم هلبس ايه دلوقتي وانا رايحه. اول حاجه هلبس البنطلون دوت اللي هو بيكون عليه كلمه كده من ورا، وهلبس عليه القميص طبعا الورق. هلبس مش عارفه يبقى اسمه ايه، بس يعني انتوا فاهمين قصدي اكيد. وهلبس القميص الابيض عليه دوت. تمام. والسكارف السوداء طبعا ما اقدرش استغنى عنها. بس كده. تعالوا جهزوا معايا سريعا بسرعه عشان خاطر شويه كمان وماما هتيجي هتجهزني طبيعي. المهم انا بصراحه بحط عدسه، استخدم القطره ديت كمعقمه للعين، اسمها ديسكا تقريبا، مش عارفه اسمها اسم غريب كده، بس بايتز. شكلك بيتعب. شكلك البتاع هيقع. لا خايف. قولوا لي رايكم، مع ان انا ما اعتقدش ان هي باينه، مش عارفه ليه. احط الروج دوت ده بتاع الاطفال كده، بيعمل زي لون كده يعني. بس لو كان صوتي مش باين
باين اوفر قوي كده. وبستخدم البتاعه ديت من وايت سينما وفرشه زي كده، باخد حته كده من هنا كده. مش دايما طبعا بعمل الموضوع ده، بس هي بعيده دلوقتي، بعيده مش هنا بقى، فاهماني؟ خلاص والله العظيم خلاص.